هعمل بقى معاكم النهارده بوريك بتاع الافران. هعمله معاكم النهارده بطريقه سهله وبسيطه بمكونات موجوده عندك في البيت. شايفين حلو ازاي؟ حطوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه اكلاتي واختراعاتي، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في قناتي. تعالوا نصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى يا حبايب قلبي، اول حاجه بجيب بوله وانزل فيها 3 كوبايات من الدقيق، وعلى الدقيق هنزل نص معلقه صغيره من الملح ومعلقتين صغيرين من السكر، وهنزل كمان معلقه كبيره من الخميره بالشكل ده. بعد كده بجيب كوبايه من الزبادي، بعد كده بنزل ربع كوبايه من الزيت بالشكل ده. بجيب بقى كوبايه من الميه الدافيه، تكون بس الميه دافيه كده زي دمعه العين. بتنزلي كده بالتدريج على الدقيق بالشكل ده وتعجني. بصوا يعني بتنزلوا تدريج الميه وتعجنوا العجينه بالشكل ده كده. بصوا لغايه لما تلم معاكي العجينه وتبقى بالشكل ده. اعجني فيها بس كده لمده 10 دقايق عشان تبقى معاكي بكده. هي هتبقى بتلزق شويه بس عادي. اغطيها واسيبها بقى ترتاح يعني تقريبا كده نص ساعه، تمام، لغايه لما يعني تبقى تختمر معايا بالشكل ده ويتضاعف حجمها. بجيب بقى رشه من الدقيق وبحطها كده وبنزل عليها العجينه بالشكل ده. السكينه بتاعتك وتقطعي كده بالشكل ده عشان انا عايزاها قطع صغيره، عشان هعملها كور صغيره يعني، تمام. كده بجيب بقى النشابه بتاعتي وبفرد بقى العجينه بتاعتي اللي عملتها كوره كده وبعملها دايره صغيره كده. بعد كده بجيب جبنه اللي هي اسطنبولي، دي بتبقى حادقه سنه دي، او اي جبنه انت عايزاها عادي. بتحطيها كده على طرف العجينه وبتلفيه بقى بالشكل ده. بصوا بالشكل ده، وبعدين تقفليه كده من الناحيه دي والناحيه دي وتبططي سنه كده. ربع كوبايه من الحليب، على صفار بيضه، على معلقه صغيره من الخل عشان زفار البيض، علشان الزفاره بتاعه البيض، تمام. يعني مهم جدا معلقه الخل. بتقلبيهم على بعض وتدهني بقى بوش العجينه بالشكل اللي انتوا شفتوه ده عشان تدينا اللون الاحمر بعد ما تستوي. بعد كده يا حبايبي بجيب بقى السمسم بتاعي وبحط كده على وش العجينه زي ما انت عاوزه بقى. عايز تحطي سمسم بس، عايز تحطي حبه البركه بس، عايز تحطي سمسم وحبه البركه، يعني الاتنين براحتك اللي انت عاوزاه. انا هنا حبيت احط ميكس ما بين الاتنين، حبه البركه وسمسم الاتنين مع بعض. عايزه اقول لكم الاتنين مع بعض بجد بيدي للعجينه طعم حلو قوي 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 بجد. جنب كوبايه شاي كده هتبقى حلوه قوي قوي بجد، يعني جميله. بقى في الخطوه دي وانا بحط بقى حبه البركه والسمسم بكون قايده الفرن على درجه حراره 200، تمام. يعني لازم الفرن يكون سخن معايا على درجه حراره 200 مش 180، تمام. بعد كده بتدخليه وتحطيه في الفرن على درجه حراره 200. بتسيبيه بس 10 دقايق. 10 دقايق هيكون جاهز معاكي ومستوي وزي الفل. شايفين بقى الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ سبته 10 دقايق في الفرن على درجه حراره 200 بقى معايا بالعظمه والقمر اللي انتوا شايفينه ده، هش زي القطن بجد. هتجربوه هتدمنوه، هتبقوا عايزين تعملوه كل يوم. والحشوات زي ما انت عايزه، يعني عاوزه تحشي جبنه، عاوزه تحشي شوكولاته، زي ما انت عايزه، حتى تسيبيه ساده عادي جدا. شايفين شكله حلو ازاي؟ تحفه مع كوبايه شاي بلبن بقى وعيشي حياتك. عايزه تسيبيه ساده برضو براحتك، في منتهى الجمال والطعامه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تبخلوش عليا باللايك، حطوا لايك واشتركوا في قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس عشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل جديد في قناتي. بحبكم قوي، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.